عايزة تعملي نواعم العيد مختلفة بعيدا عن الكحك والبسكوت اللي بيكونوا أساسيين معانا، بس عايزة تعملي حاجة مختلفة وفي نفس الوقت سهلة وما تغلبكيش وتشكليها على طول وسريعة. يبقى لازم تجربي الكوكيز النوتيلا أو الشوكولاتة أو بديل النوتيلا أو بسكوت الشوكولاتة، خطير جدا جدا. استخدمنا طبعا النهاردة بديل النوتيلا علشان يطلع معانا في منتهى الجمال، سهل ولذيذ جدا، هيطلع معاكي حاجة تحفة من الآخر. جربيه إن شاء الله هيعجبكم، دايب جدا وفي نفس الوقت مقرمش كده وبيدوب في البق، يعني طعمه هيعجبكم جدا. علشان تعرفوا عملته ازاي تابعوا الفيديو للاخر. لو كنت مش مشتركة في القناة اشتركوا وفعلي الجرس واعملي لايك للفيديو لو عجبك. يلا نسمي بسم الله ونبدأ في المقادير. اول حاجة كده محتاجة 200 جرام من الزبدة تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة. تقدري تستخدمي الزبدة على سمنة او زبدة بس، ولكن ما افضلش قوي ان انا استخدم سمنة بس، يفضل سمنة على زبدة او زبدة بس. اهم حاجة ان هي بتكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني ساقعة شوية برضو، مش عايزاها سايحة خالص. بضربها كويس قوي بالمضرب، بعد كده بنزل عليهم بالسكر البودر اللي هو 70 جرام من السكر البودر. اهم حاجة يكون منخول معانا وناعم كويس قوي. بحطهم على الزبدة او خليط المادة الدهنية وبضربهم كويس جدا بالمضرب الكهربائي لحد لما الخليط يبقى معايا كريمي وهش وفاتح زي ما انتوا هتشوفوه دلوقتي. بعد ما وصلت للقوام اللي انتوا شايفينه ده عامل زي الكريمة، ببدأ يكون معايا بضاية بدرجة حرارة الغرفة وبحط عليها شوية من الفانيليا، ربع معلقة صغيرة من الفانيليا او كيس من الفانيليا، وببدأ ان انا اضربها كويس جدا لحد لما الاقي ان البيضة اختفت مع الخليط وكله بقى خليط واحد. استمر في الضرب. بعد كده بعد ما اخلص الباقي الضرب العجينه او السكر مع الزبده مع البيض، ببدا ان انا يكون عندي الكاكاو. بحب احطه كده في الاول علشان اتاكد ان هو اتوزع كويس جدا ما بين يعني ما بين اجزاء الخليط. فبحط كده 25 جرام من الكاكاو وكمان 25 جرام من النشا، بحطهم مع بعض وبضربهم كده ضربه بالمضرب. وبعد كده خلاص بشيل بقى المضرب ده، كده دوره انتهى. ببدأ كده اجيب الاسباتيولا او بايدي وببدأ احط باقي المكونات. معايا هنا 300 جرام من الدقيق، ولكن انا هحطهم بالتدريج شوية بشوية لحد لما اتأكد القوام اللي انا عايزاه. معايا كمان هنا اقل كده، يعني اقل من نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. ما تكتريش البيكنج باودر علشان يعني ما تنفش معانا، والفراغ اللي احنا هنعملها فيه اللي احنا هنحشي فيه النوتيلا ما يقفلش على بعض او ينفش فيه. فهي اقل من نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. وببدأ كده ان انا ازود الدقيق شويه بشويه. انا هنا حطيت برضو باقي كميه الكاكاو، ما كنتش حطيتها كلها مره واحده، تقدري تحطيها مره واحده عادي، حاجه ترجعلك، ولكن حطيتها كده على يعني ما بين اجزاء الدقيق. فبدأت ان انا كده اقلب وهو خد مني كل مقدار الدقيق بالظبط 300 جرام من الدقيق، خدهم كلهم. وبدأت ان انا مش بعجنها، انا بلم العجينه كلها على بعضيها بحيث ان هي ما تاخدش معايا عرق، تطلع البسكوته في الاخر ناعمه مقرمشه بتدوب في البق. فبلم العجينه كده واتاكد ازاي ان هي العجينه كده خلاص مظبوطه معايا. انا باخد بس كوره وبشكلها. اول ما بدوس عليها لو لقيتها شقت يبقى العجينه بتاعتي خدت دقيق زياده ومحتاجه ان انا احط لها شويه من الزبده. طيب لو العجينه طريه معايا وما شققتش ومظبوطه وشكلها متناسق وحلو، يبقى كده عجينتي ممتازه وما زودش اي مواد تانية. بعد كده بشتغل بقى فيها واشكلها على طول. ببدأ اخد كده كورة وبيكون معايا مكسرات سواء بندق او سوداني، اي نوع مكسرات متوفر عندك، ويكون بس مكسراه كده قطع صغيرة. وببدأ ان انا احط فيه كورة العجين بالشكل دوت بحيث ان هي تتغلف كلها بالمكسرات دي. بعد ما غلفتها كده اتاكد ان المكسرات لازقه عليها، ببدا ان انا بس كده بصباع ايدي الصغير ببدا ان انا اعمل تجويف كده في النص، بحيث دوت اول ما يطلع من الفرن هو ده اللي احنا هنحط فيه الشوكولاته بالشكل ده. وبخلص بقى كل الكميه بنفس الطريقه. تقدري كمان ان انت تنفذيها ساده، يعني من غير ما تحطي مكسرات، برضو بتطلع لذيذه وحلوه جدا جدا. انا عملت صاج كده وصاج ساده، صاج بالمكسرات وصاج ساده، والاتنين طلعوا تحفه جدا. لو انتوا يعني مش بتحبوا المكسرات او مش حابين ان انتوا تحطوا اي نوع من المكسرات، فاعملوها كده بنفس الطريقه دي. الساده اهو زي ما انتوا شايفين ما شاء الله طالع برضو في منتهى الجمال. التسويه بقى هيدخل الفرن على درجه حراره 190، بياخد من 12 ل 15 دقيقه مش اكتر من كده، وبيطلع معانا بالجمال دوت. بعد ما بيطلع بقى كده بسيبه بيبرد براحته خالص في الصاج. وبعد كده بيكون معايا النوتيلا او بديل النوتيلا اللي انا استخدمته طبعا النهارده عشان المقاطعه.
فاستخدمت سما، يعني افضل الانواع الصراحه، بحبها جدا. وبدات ان انا في الفراغات اللي احنا عملناها او التجويف اللي احنا عملناه في النص، بدات ان انا احط فيه النوتيلا كده بمعلقتين او بالقمع، تحطيه في كيس، يعني اللي متاح عندك والسهل بالنسبه لك. بالشكل ده ببدأ ان انا املي كل الفراغات بنفس الطريقة دي، بيبقى سهل وطعمه في منتهى الجمال، وزي ما انتوا شايفين كده محافظ على شكله، ولا فرش ولا برضو عمل اشكال غريبة، لا ولا شقة. يعني بصراحة عجينة ممتازة جدا جدا، جربوها بجد هتعجبكم. هكمل برضو، شايفين بقى باقي البسكوت السادة والبسكوت اللي بالمكسرات، جمال جدا جدا وحلوين قوي، وهيعجبوا اي حد هيدوقوا اصلا وهيقولك انت عاملاه ازاي. بكمل برضو كده حط النوتيلا كده او الشوكولاتة بقى، الشوكولاتة السبريد، بحطها كده في كل البسكوتات اللي احنا عملناها بالشكل ده. ده كده بيكون شكله في النهاية، بيبقى ريحته خطيرة جدا. كمان استخدمي نوع زبدة كويس عشان يطلع لك نتيجة كويسة وطعم وريحة حلوة جدا. فجربوه بنفس الطريقة دي، هيطلع معاكم في منتهى الجمال. اسهل بسكوت، ويعني ما احتاجناش بقى ولا ادوات للتشكيل، ولا قمع، ولا اي حاجة خالص، ولا اي افتكاسات من دي. تقدري كمان تلغي المضرب الكهربائي وتستخدمي المضرب اليدوي العادي، وبس هياخد منك شوية وقت، ولكن هيطلع لك برضو نتيجة ممتازة. سهل وسريع ولذيذ واقتصادي، وهيعجبك جدا خصوصا في العيد بقى. غيري واعملي وصفات جديدة. فيا رب النهارده وصفة النهارده بسكوت الشوكولاتة يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.